السلام عليكم الخوت. تنتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير. الا كنتي مازال ما تفرجتيش في الجزء الاول من هذه القصه فرانا غادي نخليه لك لتحت في الديسكريبسيون، فرجع تفرج فيه باش تفهم القصه مزيان وتفهم الاحداث ديالها. وكيف العاده الخوت، سيروا لكم شي بلاصه ترونكيل وكالم وعيش مع الاحداث ديال هذه القصه الرائعه واللي غادي نعاود لكم. الاحداث اللي جايه الخوت راه خطيرين بزاف وما تقدروش تخيلوهم. وبلا ما نزيد نطول عليكم مازال كتر، بسم الله على بركة الله، نبداو القصة ديالنا. ما داش بزاف ديال الوقت حتى جا سومي للبنك بصيفطو سيمون، وفي هاد اللحظة تفاجأ الموظف ديال البنك وحتى البوليس اللي كانوا معتقلين سيمون. شافوا جوج نسخات من شخص واحد، ولكن كيف ما هو متوقع فالبوليس سيقوا سومي باللي هو سيمون، وأن سيمون الحقيقي غير شخص نصاب وبغى ينتحل الشخصية ديال هاد الطرف ومخطط باش أنه يسرق ليه فلوسه. هنا بدا سيمون الحقيقي يوضح للبوليس اش وقع. قال لهم بلي انا راني سيمون وهذا الشخص هذا راه الاخ التوأم ديالي والاسم ديالو راه سومي، ولكن تا شي واحد ما تيقو. سيمون اعتقلوه ودخل الحبس وخسر حتى فلوسه اللي ضل يجمع فيها هذه سنين. والمصيبه الكبيره هي انهم سحبوا منه بطاقه ديال الهويه ديالو وبدلوا ليه حتى الاسم ديالو باش تكون هذه اول مره غادي يتسجن فيها سومي المحقق. داز عام وهو في الحبس، وصاحبنا كان مسالم ومظلوم حرفيا، ولكن ما كانت عنده حتى شي حيلة باش انه يثبت باللي هو مظلوم. وفي واحد النهار ومن بعد ما داز عام من الحبس طلب العفو من المحكمة باش يعاودوا النظر في القضية ديالو. وداك الشي اللي وقع، تم الموافقة على الطلب اللي قدم، وانه غادي يحضر قدام القاضي ويحكي ليه داك الشي اللي وقع له بالحرف ويحاول يدافع على راسه. لكن كلام بدون أدلة ما كاين حتى شي واحد يقدر يصدقه. واكتشف في ذاك الوقت باللي خوه سومي جاب واحد الشهادة ديال الوفاة على أساس أن خوه التوأم ميت، وأن اللي باقي على قيد الحياة هو سيمون فقط. ومن بعد ما دازت هاد المحاكمة خفوا الحكم وتعاطفوا معاه، وأنه غادي يبقى مسجون لمدة ديال 4 سنين واحدة أخرى. ولكن اللي جاي دابا غادي يبدل كل شيء. المسؤول على النقل ديالو ركبوا في الطوموبيل باش انه ينقلوا للحبس فين غادي يكمل مدة ديال العقوبة ديالو. صاحبنا في هذه اللحظة كان مستسلم وما عنده حتى شي فكرة يدير شي حاجة، اللي فيه كافيه. غادي يرجع للحبس وانه فقد الامل باش انه يثبت باللي هو تيقول الحقيقة. وفي الطريق وما غادي كان داك الموظف غادي وتيضحك مع صاحبه، ما مسوقينش لسيمون اللي كان جالس اللور بلا حراسه وما كاين لا مينوط في يدو لا والو. وهنا لاحظ سيمون باللي الباب ديال الفارغو شبه مفتوح. راكم عارفين في ذاك الوقت كانوا لي فارغونيت ديال البوليس ولا الحبس بحال الشكل ديال 207 فيهم داك البلان ديال واحد القفل تيبان من الداخل، واحد الحديده كتسد الباب وسهله باش انك تفتحها. وهذا النوع ديال الساقطات كان منتشر في ذاك الوقت، وحيتاش عمرهم وقعت عندهم شي عملية هروب ما عمرهم فكروا يبدلوا دوك الطوموبيلات، كانوا مطمئنين من جهته. هنا سيمون عرف باللي الباب ساهل يتفتح وانه ما مراقبش من الحراس. استغل الفرصة وفتح ديك الحديدة وفعلا الباب تفتح. نزل سيمون وهرب بلا ما يحسوا به الحراس، وهذه كانت اول عملية هروب والاخرى في حياة سيمون. ملي اكتشفوا الحراس ان سيمون هرب وقفوا وبلغوا البوليس، ومن بعد دقائق قليله تم الاعلان على الهروب ديالو. تم تشكيل فرقه باش انهم يبحثوا عليه، ولكن اللي عارفين حنا هو انه ما عندوش شي بلاصه يهرب ليها ولا يتخبى فيها. فين غادي يمشي؟ زائد انه لابس حوايج الحبس. سيمون ما حاولش انه يهرب ولا يختفي على الانظار، لا، ولكن كسر كل التوقعات ومشى سلم راسو لاقرب كوميساريه. قال لهم انا هربت من الحبس وجاي نسلم راسي حيتاش انا ماشي انسان خايب ولا مجرم، انا غير مظلوم. سيمون ملي سلم راسو للبوليس استغربوا، وواحد من البوليس سولو علاش هربتي الا كنتي غادي تسلم راسك بهذه السهوله. هنا سيمون قال لهم داكشي اللي وقع له بالحرف،
وبما انه سلم راسو، هنا قرر واحد المحقق انه غادي يعاونو قبل ما يسلموه للسلطات مره اخرى ويدخل الحبس. قال له المحقق: لنفترض انك صادق، باش غادي نثبتو كلام، وشنو اللي يثبت باللي هذا راه خوك؟ هنا بدا سيمون تيفكر وقال له باللي الاب ديالي هو صاحب هذه الفكره، ولكن انا ما عارف عليه والو. الا عرفتيه فين هو فراه ممكن انه يعترف ليك. وهذه الفكره واخا انها تقدر تكون صعيبه الا انها الحل الوحيد قدام سيمون باش يثبت البراءه ديالو بدون ادله. وبالفعل المحقق خدا معلومات الاب وقدر انه يلقى العنوان ديالو والبلاصه اللي خدام فيها، واختار نهار العطله ديالو باش يمشي عنده ويسولو شي اسئله معينه يمكن تثبت البراءه ديال سيمون. اما صاحبنا سيمون فراه بقى محبوس في الكوميساريه، وحتى البوليس كانوا كيعاملوه معامله خاصه بحال شي صاحبهم بسبب الاخلاق ديالو والاسلوب ديالو الزوين في الكلام وشخصيته المحبوبه والمرحه. اما علاش خلاوه في الكوميساريه بدون ما يبلغوا به فراه غير باش يعطيو وقت للمحقق اللي كيحقق في القضيه ديالو. المهم سيمون دوز مده شهر في ديك الكوميساريه بدون ما يعرف شي واحد، واستغل هاد الشهر في القرايه ديال الكتب الخاصه بالمحققين كانت في المكتبه ديال الكوميساريه، وتعلم منها بزاف ديال الحوايج، حيث ان التفكير ديالو تبدل ولا تفكر بحال شي محقق. ونقدروا نقولوا باللي هذه كانت الحاجه الاساسيه اللي غادا تغير حياته 180 درجه ويولي اعظم محقق في ذاك الوقت. نرجعوا للمحقق اللي تكلف بالقضيه ديال سيمون. فالمحقق مشى عند الاب ديال سيمون وقال له: انا عندي معلومات باللي انت متورط بجريمه ديال التزوير، والا ما عاونتينيش ما غاديش نعاونك. جاوبوا الاب وقال له: انا ما عارف والو على ايش كتهضر، ولكن اكيد غادي نساعدك الا كنت عارف شي حاجه. المحقق سول الاب وقال له: عندك جوج ولاد توأم؟ قال له: بصح عندي واحد سميتو سومي والثاني سميتو سيمون. عاود سولوا المحقق على البلاصه ديالهم فين كاينين. قال له الاب: انا خليتهم يعيشوا حياتهم وانا عشت حياتي، ما عارف عليهم والو. المحقق قال له: انا جاي نسولك على داك الشيء اللي درتيه باش وصلوا للجامعه. الاب اعترف وحكى للمحقق كل شيء وعاود له على الاسباب اللي خلاته يدير ديك الخطه. وهذا الشيء تبت للمحقق بان سيمون كان صادق في كلامه وان خوه سومي هو اللي كاذب. وعاود سول الاب اخر سؤال: كيفاش يمكن لي نميز بيناتهم باش انني نعرف شكون فيهم سيمون وشكون سومي؟ هنا قال له الاب بان سومي عنده واحد الجرحه في راسه من الجهه ديال اليمين واللي بقات فيه من الصغر، واخا يكبر في العمر ما عمرها تحيد. اما سيمون فراه ما عنده حتى شي جرحه. المحقق حس باللي دار شي حاجه ووصل شي نتيجه بهاد المعلومات اللي سمع، وانه قرب باش يحل هاد القضيه. مشى عند سيمون وقلب ليه راسه ولقاه فعلا ما فيه والو وانه سيمون الحقيقي. ولكن المعلومات اللي مسجل بها في الارشيف ديال الدوله انه كان طالب جامعي تفوق في الدراسه ديالو ومن بعد توظف الى اخره، وان حياته دابا عايشه واحد الشخص اخر. وإلا قدر المحقق بانه يثبت للمحكمه هاد الشيء فراه ممكن سيمون ياخذ البراءه ديالو وتعويض من الفوق على الضرر اللي سبوا ليه الاخ ديالو، ويصدق قالب القضيه على خوه سومي ويدخلوا للحبس. بدا المحقق يوجد الادله والشهود باش يوكل محامي يترافع بهذه القضيه ولكن بالسميه ديال سيمون. وفي هذه الحاله ضروري ما ياخذ اقوال سيمون الحقيقي ويوثق كلامه بالشهود. وهنا فين غادي يبدا المحقق سيمون يبان. ملي بغى يسول سيمون تفاجأ المحقق بعقليه سيمون وكميه ديال المعلومات اللي عنده واللي اكتسبها من القرايه ديال الكتوبه من اللي كان في الكوميساريه. وكتر من هذا الشيء عطى للمحقق طريقه جهنميه اللي غادي يطيحوا بها اخوه في الشبكه. كل الخطط والافكار اللي عنده كانت غريبه وقويه ما تطيحش في بال الانسان الطبيعي. يعني رغم ذكاء المحقق الا انه انبهر وتصدم من التفكير ديال سيمون، وصدق استعمل وحده من الافكار ديالو باش انه يثبت براءته. المحامي استلم القضيه وسيمون سلموه للسلطات. وملي شاف القاضي دوك الاوراق اللي وجد المحقق والشهادات ديال الشهود اللي من بينهم اب ديال سيمون وسومي، يوم الجلسه كانت كل الادله كتثبت باللي سيمون الحقيقي بريء وان سومي هو اللي منتاح للشخصيه ديال خوه. بالرغم من داكشي اللي دار سومي، سيمون نازل على القضيه وخدا غير تعويض مع خوه، وكل واحد فيهم شد طريقه. سومي غيروا ليه الاسم ديالو للاصل ديالو، وبحكم انه وكل محامي متمكن
قدر أنه يحتفظ بالشهادة الجامعية باش يحتفظ بوظيفته. لكن سيمون من بعد ما تعجب المحقق من الذكاء ديالو قرر أنه يديروا مساعد ليه في وظيفة رسمية مع الحكومة. وهنا غادي يبدا الجزء الثاني ديال هاد القصة، واللي غادي نختصروا في قضية وحدة، وغادي نخيركم بواحد البلان في النهاية ديال القصة. سيمون من بعد ما رجع حياته وشخصيته وتحسن وضعه المادي، بدا خدام مساعد مع المحقق، بدا يكتسب حوايج جداد وطور من المهارة ديالو في التحقيق باش سميتو تطلع في الترند ديال المحققين. كان عنده دور رئيسي في حل 20 قضية معقدة، لدرجة أن أشهر المحققين ما قدروش أنهم يحلوها ولا يكشفوا أسرارها. وبسبب الذكاء ديالو وتفكيره الواسع ولا رسميا محقق معروف في مدينة ميامي، لدرجة أنه في سنة 2014 كان محقق في 680 قضية كلهم حلهم بطريقة عجيبة ومستحيل شي واحد يتوقعها، لدرجة أن المجرم براسو ما كيعرفش كيفاش عرفوه وخا تيكون خبى جميع الأدلة. وملي سولوه في واحد اللقاء صحفي كيفاش قدرتي تحل هاد القضايا كلها، كان جوابه بكل بساطة عن طريق الحدث والصدفة. تفكر وكأنه هو المجرم، وكيفاش غادي يتصرف إلا كان هو المجرم، وبالتالي كطيع عليه شي أفكار بها كيبني أحداث القضية. ومن بعد الحدث والصدفة تيلعبوا الدور في أنهم يوصلوه للمجرم بدون جهد. وحدة من أشهر القضايا اللي حلهم كانت واحد القضية معقدة ومستحيلة، بحيث أن الجريمة وقعت في مدينة وهو كان في مدينة مختلفة وبعيدة عن موقع الجريمة، والمجرم كان هرب لمدينة ثالثة. وذكر هذه القضية ملي سولوه في لقاء صحفي كيفاش عرفتي المجرم، كان جوابه حدث وصدفة. نهار 1/1/2010 كنت في مدينة هوميستاي واستلمت قضية الجريمة وقعت في ميامي. المجرم كان مجهول وما كان حتى شي دليل تيدلنا عليه، ما كان عندنا حتى شي خيط يخص هذه القضية. اللي كنت نعرف على الضحية أنها بنت وبعمر 30 سنة مقتولة من بعد ما تم الاعتداء عليها، ما كان حتى شي شاهد على الحادثة. وقلت مع راسي بما أنها من أصحاب البشرة السوداء فرا نسبة القاتل يكون من البشرة السوداء تكون عالية، وبما أن الجريمة وقعات في دارها فراه بنسبة عالية غيكون القاتل من الناس اللي كتعرفهم، يمكن يكون صديق أو من أحد الأقارب ليها. وقلبت آخر 3 المكالمات اللي دارت لقيتهم كلهم مع المقربين ليها، وما كان حتى شي شخص غريب عليها. وملي دققت في الأسماء ديالهم والهويات ديالهم أثار الفضول ديالي واحد منهم، غير حدث بدون أي سبب، ولكن كان عايش في مدينة وحدة أخرى بعيدة ماشي في مدينة ميامي. وقلت نمشي عنده ونحقق معه، نعرف السبب اللي خلاه يتصل بالضحية، وهذه غادا تكون نقطة البداية باش نبحث في هذه القضية. أنا متيقن في الأخير باللي غادي نعرف ولو خيط واحد يوصلني للفاعل، وهذا الشيء اللي وقع. شديت الطريق وانا مخلي القضية مورايا، يعني ما تنفكر فيها ما والو. ووقفت في واحد المحل بجنب الطريق، وانا واقف باش نخلص داكشي اللي تقديت شفت واحد الشخص ماشي طبيعي، تقدر تقول انه خايف من شي حاجة، تيشوف في اليمين في اليسار، باين في وجهه الخوف والقلق. في ديك اللحظة درت راسي باللي تنراقبو ودرت واحد الحركة بيدي تبين له باللي انا بوليسي، واللي توقعته وقع. صاحبنا عاد ما زاد خاف وبدا مركز معايا وحاضيني، وهذا الشيء تيدل باللي هاد الشخص عنده شي حاجة ماشي طبيعية أو داير شي زبلة. اتصلت بالبوليس وبلغتهم باللي راه كاين واحد إما أنه مجرم وهارب أو أنه باغي يدير شي جريمة، ممكن يسرق المحل ولا أنه يتعدى على الناس اللي كتقدم المحل. وجاو البوليس وشدوه، ومن بعد التحقيق معاه عرفوا باللي رقم التليفون ديالو كان من بين الارقام اللي اتصلوا بالبنت اللي انا شاد القضيه ديالها، البنت اللي تقتلات في ميامي. طلبت منهم نحقق معاه ودخلت معاه في الحوار بشكل مباشر. قلت له انا عارف باللي انت قتلتيها وانا راني كنت كنراقبك من اللي قتلتيها، وكان بامكاني نبلغ البوليس، ولكن بغيتك تعترف ليا باش نقدر نعاونك ونخفف الحكم عليك. وهنا صاحبنا اعترف بكل شيء بالحرف، وفعلا كان هو اللي قتلها.
الصدفة والحدث هما اللي وقعوا فاش كنت كنحل هاد القضية. وبطبيعة الحال هذا كلام سيمون فليت وموثق في قنوات تلفزيونية ولقاءاته اللي كيتحدث فيها على قضايا تحلات عن طريق الصدفة والحدث. إلا بغيتو نجيب لكم جميع القضايا اللي حلهم المحقق سيمون واللي خلات الاسم ديالو يوصل للعالمية كتبوها في التعليقات. حتى لهنا تتكون القصة ديالنا سالات. كان معكم عباس، نشوفكم في فيديو قصة جديدة. تهلاو.